من كام يوم منظمة الصحة العالمية أعلنت عن ظهور متحور فرع جديد لكوفيد 19 اسمه ايجي 5 والمشهور بإيريس، واللي على اسم الإلهة اليونانية إيريس إلهة الفتنة والصراع، وإن المتحور ده وكل المتحورات المنتشرة دلوقتي مشتقة من المتحور أوميكرون. وخبر الإعلان عن المتحور ده عامل ضجة وخوف كبير بين الناس، بس في الحقيقة المنظمة بتقول إن المتحور الجديد ما بيشكلش خطورة كبيرة على الصحة العامة، ومفيش أي دليل على إنه أكتر خطورة من المتحورات التانية. وبالرغم من إن بعض الاختبارات بتقول إنه يقدر يخترق الجهاز المناعي بتاعنا بسهولة، لكن ده مش معناه إصابة خطيرة، وإن أعراض الإصابة به هي نفس أعراض الإصابة بالمتحورات التانية، وهي حمى، سعال مستمر، تغير في حاسة الشم أو التذوق، شعور بالتعب والإنهاك، سيلان في الأنف، التهاب في الحلق. وكمان المنظمة قالت إن أفضل وسيلة للوقاية منه هي اللقاح. من الآخر اللي عايز أقوله لك، ما تقلقش، يعني الموضوع بسيط إن شاء الله، وما تسمعش أي كلام من أي حد بيحاول يخوفك أو يحبطك، وخد معلوماتك من أماكن موثوقة وابحث عن المعلومة بنفسك.